الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلاة وسلاما على من ختمت برسالته الرسالات وفرحت بمولده الأرض والسماوات، نبينا محمد الذي ما خلق الله في الكون كله أزكى ولا أنقى ولا أتقى ولا أخشى ولا أخشع ولا أبين ولا أنصح ولا أفصح ولا أوضح من الحبيب، فصلوا عليه صلاة والدموع بها تهل، وتسليم أرتله أجل. فيا أخيار صاحبكم عظيم ومعصوم عليه اليوم صلوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ومكانة، وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وفقيدنا في مستقر رحمته وعلى حوض رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحياة، يدور فيها الإنسان بين فرح وحزن، بين عز وذل، بين سعة وضيق، فدوام الحال من المحال، فدوام الحال من المحال. فالسعيد من استسلم لقضاء الله، والشقي من قال لما وكيف. السعيد من استسلم لقضاء الله، والشقي من قال لما وكيف. فالله سبحانه وتعالى كتب على ابن آدم منذ ولادته رزقه وعمره وأجله وشقاؤه أو سعادته. فلا بد للإنسان أن يستسلم ويرضى بقضاء الله عز وجل، لأن الرضا بقضاء الله عز وجل نعمة من نعم الله، ومنة من منن الله عليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في وصيته: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فما يعيشه العالم الآن وما يعيشه المسلمون خاصة من تناحر وتشاحن وبأس شديد فيما بينهم، كل هذا بسبب عدم الرضا بما قسم الله. فكل إنسان في هذه الدنيا ينهش في غيره ويبحث أن يأكل رزق غيره، ولا يعلم
أن الذي ساق الأرزاق والذي يسوق الأرزاق هو الله عز وجل، ليست بيد أحد، ليست بيد بشر، وليست بيد مخلوق، إنما الأرزاق كلها بيد الله عز وجل. فيا عباد الله ويا أيها الإخوة المعزين، الحياة مليئة بالصعوبات، ولكن من يفوز في هذه الحياة من يزرع فيها ليحصد في الآخرة، من يحزن فيها ليسعد بين يدي الله عز وجل. ولنعلم أن الموت يحصد الرقاب حصدا ويحصد الأعمار. ولنعلم كذلك أنك كبرت في السن وغيرك مات وهو شاب. هذه أعمار، هذه هي أعمار العباد. لا تحزن على الفقيد لأنه فقد شبابه، ولكن احزن على نفسك، احزن على نفسك. وكل يوم يمر عليك يدنو من أجلك ولا جديد فيه تقابل به الله عز وجل. كل يوم يمر عليك يدنو من أجلك ولا جديد تقدمه لله. إذا حزنت وإذا حزنت يوما على فقيد فقد شبابه فاحزن على نفسك أولا. فلنحزن كلنا على أنفسنا. كم فرطنا في حقوق الله، كم أكلنا من حقوق الآخرين، كم ظلمنا، كم نمنا ونحن ظالمين، كم نمنا ونحن آكلون للحقوق والمواريث، كم نمنا ونحن آكلون لحقوق العباد، كم نمنا ونحن نهتك الأعراض، كم نمنا ونحن يظلم بعضنا بعضا. حاسب نفسك، حاسب نفسك كل يوم قبل أن تنام، لأنك لا تدري هل ستستيقظ أم لا، لا تدري هل ستستيقظ في الصباح أم لا. من الممكن أن تستيقظ وأنت في قبرك بين يدي الملائكة وبين يدي الله تحاسب على أعمالك. لا تترك ما عليك من ديون ليسددها عنك ورثتك، ولكن سارع أنت صاحب المال وأنت مالك للمال. سدد ديونك الآن قبل أن تقف في موقف بين يدي الله والعباد كلهم ينهشون من حسناتك. ليس ذلك فحسب، إنما ستتحمل عنهم من أوزارهم. وكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم،
وتهيئوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. أتدرون من هو من سيأخذ كتابه بيمينه؟ وأول من يأخذه عبد الله بن عبد الأسد القرشي المخزومي، هو أول من سيأخذ كتابه بيمينه. وعلى إثره أن من سيأخذ كتابه بيساره شقيقه الأسود بن عبد الأسد، فيقرأ فيقال له خذ كتابك بيمينك، عبد الله بن عبد الأسد، فيأخذ الكتاب ويكون الكتاب مختوما بخاتم الخلد، فيفض خاتم الكتاب فيجد حسناته مدونة في ظاهر الكتاب وسيئاته في باطنها، فيقال له اقرأ سيئاتك أولا، فكلما قرأ سيئة سال منه العرق. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لفقيدنا، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجافي الأرض عن جنبيه، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.